النهارده بقى هنحل مساله من اكتر المسائل المهمه في الامتحان. بص بيقول لك اذا ايكويشن دي عندها نو ريل سوليوشن x سكوير بلس 28x بلس c ايكوال 0 كوادراتيك والسي اكبر من n، هو عايز الان ببساطه، عايز الان زي ما انت شايف. نو ريل سوليوشن بنستخدم القانون بتاع الديسكريميشن بي سكوير ماينس 4ac. ايه بقى يا اولاد؟ less than 0. بي سكوير ماينس 4ac less than 0. طبعا انتوا عارفين احنا هنحدد الاول البي هي 28 والاي هي ب1 والسي هي السي. الراجل عايز ايه؟ مش عايز سي، عايز ان. هنعوض 28 سكوير ماينس 4 الاي ب1 سي less than 0. بقت عمليه حسابيه لطيفه جدا. السؤال ده بيجي كتير جدا جدا في الايست والساك والاكت. نحسبها بقى زي ما انت شايف، دي بالكالكوليتر. طبعا انا وانا بحل الحاجات دي بحلها وبحتاج اجيب كالكوليتر واكتب فباخر شويه. 28 سكوير 784 ماينس 4c less than 0. هنودي الماينس 4c الناحيه الثانيه يبقى 4c bigger than 784 زي ما انت شايف. احب دايما اوسع لنفسي تبقى 4c bigger than 784. هنعمل بقى السي 784 divided 4 تبقى السي اكبر من كام بقى؟ هتبقى 196 وهو عايز سي اكبر من ان. هكتب تحتها اهو. يبقى اذا الان هي مين؟ هي الان ال 196. جميله جدا، سؤال سهل. بيجي في امتحان كتير قوي، الناس بتوع الديجيتال سات بيجي كتير، بيجي حتت كتيره، بيجي في شغل كتير قوي، وبيجي طبعا في الديجيتال سات زي ما كاتب اهو بيجي كتير قوي قوي في الامتحان. واعملها بمناسبه قرب الامتحانات بتاعتنا. ربنا يوفقكم بالتوفيق معانا. عندنا كورسات الديجيتال سات بتاعتنا ان شاء الله، عندنا مراجعه قويه جدا جدا من الديجيتال سات، اسئله كتيره هتيجي وتلاقيها في الامتحان ان شاء الله. اتمنى اشوفكم جميعا. معاكم كنت مستر ايمن تدرس. هعمل لكم اسئله كتير جدا بالفيديو علشان تستفيدوا وتذاكروا كمان. الناس اللي بتعمل يعني سيلف ستادي تعرف تشوف افكار جديده، وطبعا اتشرف بيكم جميعا. شكرا لكم.